مباشرة إلى ماركوس ألفيش الصحفي البرازيلي من العاصمة البرتغالية لشبونة. أهلا بك ماركوس. طبعا تضارب في الأنباء بين إسبانيا والبرازيل حول مستقبل الإيطالي كارلوس أنشيلوتي، ما هي الحقيقة بين الذي يتم تداوله في صحف البلدين؟ يسعدني أن أكون معكم مرة أخرى. هذه مسألة كبيرة جدا فيما يخص أنشيلوتي والبرازيل وريال مدريد. الاتحاد البرازيلي هو صاحب القرار أو رئيس ريال مدريد، فقط كارلو أنشيلوتي هو الذي سيقرر مصيره ويقرر كيف ستمضي الأمور، لأن كما قلت هو الذي سيقرر متى سيغادر ريال مدريد وإذا ما كان سيقبل بإدارة منتخب البرازيل، ولكن يريد أن يفعل ذلك حسب شروطه وبعد تلقي كافة أمواله المستحقة من وجهة نظره من ريال مدريد، وهو يرغب بالرحيل بالتأكيد في الوقت المناسب، لا يريد الرحيل الآن بل في نهاية الموسم. فالمغزى هنا هو إذا ما كان اتحاد البرازيل بإمكانه الانتظار إلى أن يتخذ أنشيلوتي قراره ويصل إلى اتفاق مع ريال مدريد، لأنه إلى الآن لا يوجد أي اتفاق بين أنشيلوتي وريال مدريد حول رحيله، والوقت ينفد للبرازيل لأن البرازيل لديه التزامات يجب أن يستعد لمباريات شهر يونيو، فالمدرب الجديد يجب أن يعد اللاعبين من أجل خوض مباريات شهر يونيو، ويريدون أن يفعل ذلك أنشيلوتي، ولكن أنشيلوتي لديه موسم مستمر ولم يتخذ قراره إلى الآن، والأمل بضم أنشيلوتي لم ينتهي بعد، لأنه جيسوس يريد الوظيفة ولكن لا أحد يعرف إلى الآن ما هو المصير. طيب، ما صحة الأنباء التي ربطت أيضا جيسوس بتدريب المنتخب البرازيلي واهتمام أيضا الاتحاد البرازيلي بالتعاقد مع البرتغالي؟ اسم جيسوس لطالما كان مطروحا. في البداية كان هو الاسم الأول والأساسي، وكان هو الخطة الأساسية للاتحاد البرازيلي، ولكن الأوضاع تغيرت مع أنشيلوتي بينه وبين ريال مدريد، فلذلك طرح اسمه وهو مطروح منذ عامين، والبرازيل تنتظر أنشيلوتي منذ عامين، ففي لحظة توافر أنشيلوتي بالتأكيد البرازيل مهتم به، وبالتالي يصبح جيسوس هو الخيار الثاني. جيسوس لا يزال يريد الوظيفة، ولا أحد يريد إدارة منتخب البرازيل مثل جيسوس، ولكن البرازيل أو الاتحاد البرازيلي يجب أن تتخذ القرار إذا ما كان عليه من انتظار أنشيلوتي لشهر يونيو أم لا، وإذا ما كان جيسوس لا يزال مهتما، وبالتأكيد هنالك مسألة أخرى علينا أخذها بنظر الاعتبار. كلنا نعرف جيسوس وهو لديه شخصية كبيرة جدا، فعلى البرازيل أن تتعامل مع مثل هذا الرجل، وجيسوس لن يقبل بأن يتحول من الخيار الأساسي إلى الخيار البديل. طيب، في 30 ثانية فقط ماركوس، هل هناك أسماء بديلة في حالة عدم التوصل لاتفاق مع هذين الاسمين؟ نعم، مدرب برتغالي آخر الذي درب بالميراس على مدى 5 أعوام إلى الآن، وهو الذي سيكون الخيار الثالث للبرازيل. كان لديه اتفاق مسبق مع نادي السد القطري، ولكنه بقي في البرازيل، فقد يكون هو الخيار الثالث إذا لم يأخذ الوظيفة أنشيلوتي أو جيسوس. نعم، شكرا جزيلا لك ماركوس ألفيش الصحفي البرازيلي على كل هذه التوضيحات.